السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجاتو. ايه ده جاتو؟ يعني هنعمل الجاتو في البيت؟ ايوه طبعا هنعمل احلى جاتو في البيت. ومش بس كده، ده احنا كمان هنعمله بكوباية دقيق واحدة وهتطلعي الجمال ده. اهم حاجة تمشي على الخطوات والمقادير مظبوط. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما ننساش نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودلوقتي يلا بينا نعمل مع بعض الجاتو القمر ده. المقادير اللي هنستخدمها سهلة وبسيطة جدا. هنستخدم كوباية من الحليب وكوباية من الزيت وكوباية من السكر وطبعا كوباية الدقيق اللي انا قلت عليها. اي نوع دقيق عادي مش هتفرق، اهم حاجة يكون نوع كويس. وبيضتين بحرارة الغرفة ومعلقة كبيرة من النشا. وهنستخدم معلقة واحدة من البيكنج باودر وباكو دريم اللي هو بتاع الكريم كراميل وكمان الفانيليا. بس كده، هي دي المقادير اللي احنا هنستخدمها النهاردة. يلا بينا بقى نبدأ في الوصفة. ممكن تستخدمي في الخطوة دي الخلاط او مضرب الكهرباء. انا هستخدم مضرب الكهرباء. هنحط كوباية الحليب وكوباية الزيت وكوباية السكر، وطبعا كوباية السكر نسبية يعني ممكن تقلليها براحتك بس ما تحاوليش تزودي عن كوباية. وهضيف عليها الباكو بتاع الكريم كراميل. وهخلط بقى الخليط ده كويس جدا جدا لحد ما اتأكد ان كل المكونات دي اختلطت مع بعض كويس جدا والسكر داب تماما. هاخد بقى من الخليط ده كوباية منه كده وهعينها في التلاجة. ودلوقتي هضيف على باقي الخليط ده بيضتين بحرارة الغرفة. يعني لو البيض عندك في التلاجة هتطلعيه قبل ما تعملي الوصفة بحوالي ساعة. وهضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. وهنخلط بقى كل الخليط ده مع بعض كويس جدا. ودلوقتي بعد ما خلاص خلصت خلط كل المكونات دي مع بعضها هضيف كوباية الدقيق ولازم تتنخل بالشكل ده. وكمان هضيف معلقة كبيرة من النشا وهنخلها برضو بالشكل ده. وبعدين هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. واخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس. وبكده تكون الكيك بتاعة الجاتو بتاعنا النهاردة خلصت خلاص. يدوب بس هندخلها الفرن تستوي. وهي كده خلاص بقت جاهزة. هجيب بقى الصينية اللي انا هنزل فيها الخليط. هدهنها بالزبدة او بالسمنة، المهم لازم تدهنيها كويس جدا عشان الكيك ما تلزقش. وهنزل فيها بالخليط بالشكل ده. وهدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط. ومش هولع الشواية، لا انا هكتفي بالنار من تحت بس. وهسيبها في الفرن حوالي نص ساعة. طبعا مش هفتح على الكيك ابدا قبل النص ساعة. وبعد مرور النص ساعة هتكون استوت، لان الكيك دي خفيفة جدا وما بتاخدش وقت في الفرن. هتطلعيها هتلاقيها استوت على طول. وهو ده شكل الكيك بتاعنا خلاص بعد ما خرج من الفرن. بجد شكله حلو جدا جدا وريحته خطيرة، جميلة قوي قوي وطرية جدا جدا جدا. شفت الطراوة؟ حلوة قوي قوي. والحلو انها فصلت من على الصينية عشان دهنت الصينية كويس، ما كانتش لازقة خالص. اهم حاجة ان احنا نختبر الكيك بتاعنا هنشوفه استوى ولا لا بسكينة او بخلة اللي هي الشيش طاووق. هننزلها كده في الكيك وهنطلعها. لو في بواقي عجين او ملزقة شوية يبقى لسه ما استوتش، انما لو طلعت نظيفة يبقى كده الكيك استوى. وطبعا الخطوة دي بعملها قبل ما اطلعها من الفرن علشان لو هي لسه ما استوتش هسيبها تكمل سواها عادي. ودلوقتي هنعمل مع بعض الخليط اللي هنزوق بيه الجاتو. هنستخدم نص كوباية من الكريم شانتيه وربع كوباية من المية المتلجة، لازم تكون متلجة. وهضرب الكريم شانتيه ده كويس جدا بالمضرب الكهرباء بالشكل ده لحد ما قوامه يتقل ويكون متماسك. وهو ده القوام المظبوط اللي بيكون تقيل. ولو قلبت الطبق بالشكل ده مش بيقع، بيكون متماسك كده. هو ده القوام الصح. ودلوقتي هضيف بقى الكوباية اللي انا اخدتها من الصوص الاولاني اللي هو الكريم كراميل على الحليب والسكر والزيت وخلطناهم مع بعض. هضيفها على الكريم شانتيه وهخلط بقى الخليط ده كويس جدا. اهم حاجة ما تضيفيش سكر على الكريم شانتيه، لازم يكون من غير سكر لان الخليط اللي احنا ضفناه دلوقتي اللي هو الصوص ده فيه سكر فمش محتاج سكر ابدا. ودلوقتي هنرجع تاني نضرب بقى بالمضرب اخر مرة عشان نخلط كل المكونات دي مع بعضها. بعد ما ضفنا الصوص طبعا على الكريم شانتيه هتلاقيه ان هو خف، بس ما تقلقيش بعد ما تضربيه بشوية هيرجع يتقل تاني وهو ده الشكل النهائي ليه.
ودلوقتي طبعا خلاص هطلع بقى الكيك من الصينيه. لو حبيتي تضيفي كريم شانتيه الخلطه اللي احنا عملناها دي عليها كده وهي في الصينيه مفيش اي مشكله، بس انا حبيت ان انا اخرجها من الصينيه علشان ازوقها كده واحس ان هي بقى فعلا جاتو واغلفها من كل ناحيه. شوفي ازاي الكيك اتشال بسهوله من الصينيه ومفيش حاجه لازقه ابدا، ده طبعا علشان انا دهنت الصينيه كويس جدا، والخطوه دي مهمه جدا هتريحك بعد كده. هنزل بقى بكل كميه الكريم شانتيه اللي احنا عملناها مع بعض وهغطي بيها الكيك بتاعتي كلها. وبعد ما غطيتها بالشكل ده هجيب بقى الكيس بتاع الكراميل اللي موجود مع الكريم كراميل وهنزل عليه بشكل عشوائي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. وهجيب بقى خلة من بتاعة الشيش طاووق وابدأ اعمل حركات كده ايه، رايح جاي رايح جاي كده تديني شكل بس مختلف شوية. طبعا انت ممكن تزوقيها باي شكل يعجبك وباي حاجة انت عاوزاها، بس بصراحة انا ماليش في التزويق قد كده فحسيت ان دي اسهل حاجة وشكلها ظريف وجميلة بصراحة. كانت حلوة جدا جدا، طعمها بجد فاجئني. ودي عادي عادي دراس مازن ابني عادي جدا كان جاي يشوف الجاتوه اللي عملتهوله، بجد كان مبسوط جدا وبيقول لي والله يا ماما احلى من بتاع بره، بجد حلو قوي. عشان كده انا هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف عشان تقومي تجربيها وتفرحي بيها اولادك، بجد حاجه جميله جدا. يعني انا بقعد اقول لنفسي يا ريتني ما عملتها لان كل شويه هتطلب مني، بس بجد فاجئتني حلوه جدا طريه شكلها حلو برضو مش وحش خالص. بحاجات بسيطه خالص عملنا احلى جاتوه. عملت بالكمية دي عملت 10 قطع من الجاتوه، بجد طعمها حلو قوي قوي وطريقتها سهلة وما خدتش وقت. حاجة جميلة جدا، يعني لو جايلك ضيوف فجأة تقدري بسرعة تقومي تجهزيها وتعمليها، مش هتاخد منك اي وقت وبرضو مش هتكلفك كتير، فهي بجد حلوة قوي. جربيها وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. ولو لسه مشتركتيش في قناتي يلا حالا انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.